الفيلم بيبدأ ان كان في بيت بيولع، وكان في بنت قدرت تهرب من الحريق واغمى عليها في الشارع، وفي كلب لقاها، وصاحب الكلب دوت اعمى واسمه نورمان، وصعبت عليه وخدها معاه البيت. وسمع في التلفزيون في بيت ولع، وصاحب البيت عشان كان عامل معمل للمخدرات في البيت اتحكم عليه بالسجن، وخاف عليها ورباها معاه في بيته واعتبرها زي بنته. وبتعدي 8 سنين والبنت بتكبر وسماها فينيكس، وبتسأله عن والدتها، بيقول لها ان هي ماتت في الحريقة، وفهمها ان هما كانوا عايشين في البيت اللي اتحرق وهو كان عايش معاها وهو والدها. وقالت له مفيش صورة لوالدتي، قال لها كل حاجة راحت في الحريق. وجاب بنت اسمها هاير شغالة معاه في توريد الورد والنباتات، وقالت له ان بنتك بقالها 3 اشهر ما خرجتش، هاخدها معايا المدينة افسحها شوية. قال لها لا، هتفضل هنا عشان ما يحصلهاش زي ما حصل لاختها. وكان بيخاف عليها جدا. قالت له من خوفك الزيادة ممكن البنت تمشي وتسيبك وممكن تهرب منك. ودخل وفكر شوية وقال لبنته خروجي معاها بس ما تتأخريش وخدي معاكي شادو. وهم رايحين للمدينة كانت بتغني أغنية والدتها كانت بتغنيها لها وهي صغيرة، وهي عرضت عليها اللي هي تاخدها على بيتهم القديم، وبتقول لها ما تعرفيش والدك عشان ما يزعلش. وفعلا بتوديها البيت بتاعهم، وفينيكس بتخش البيت وبتسيب ورد لوالدتها اللي ماتت، بس بتسمع صوته وبتخاف وبتمشي. وكان في واحد قاعد في البيت من جوه. وبعدها بتروح لهاير وبتكمل معاه للمدينة. وبعدها فينيكس بتخش الحمام، وهي خارجة شافت نفس الراجل اللي كان في البيت وقال لها ان اسمه نولان، وجت تخرج وهو كان عاوز يمنعها. وبعدها شادو جه، قالت له بعد اذنك انا عايز امشي لإلا الكلب هيهجم عليك. وخرجت وركبت مع هاير العربيه، والراجل دوت ركب عربيه ومشي وراهم. وبعدها رجعوا لنورمان، وهاير بتسلم عليهم وبتمشي. وهي مروحه كان في عربيه قافله الطريق ونزلت عشان تخليهم يمشوا، وكان نولان هو اللي في العربيه وطلبت منه انه يتحرك. ولما مشي هي كانت شاكه فيه وكانت هتكلم الشرطه، بس كان في واحد تبعه وركب معاها العربيه. وبعدها خنقها وقتلها. وبعدها العصابه بتروح على بيت نورمان، الراجل يعين الطيب اللعمه، وبيندهوا على شادو. ولما بيروح على الصوت بتاعهم بيضربوا عليه نار. ونورمان كان بيجهز الاكل للكلب بتاعه، بس الغريبه ان شادو ما راحلوش، فعرف ان حصل له حاجه وكان رايح عشان يدور عليه. بس العصابه كانت دخلت البيت وكانوا بيدوروا على فينيكس، بس ما كانوش قادرين يلاقوها لان نورمان كان معلمها ازاي تقدر تنجو بحياتها من اي هجوم يحصل عليهم. ونورمان بعدها بيوصل لشادو، بس كان خلاص مات وكان واخد طلقه في جسمه، وعرف ان في حد في البيت ورجع بسرعه. وفينيكس كانت مستخبيه وجت تخرج من باب البيت، حد ضرب عليها نار وقفل الباب، ونورمان جه واتعارك معاه وقال لها انزلي استخبي في الصندوق. والحرامي دوت ضربه ونورمان هرب منه، وهي نزلت استخبت في صندوق هو عامله لها مخصوص عشان لو حد جه هجم عليهم يقدر يحميها، وبيتقفل من جوه بس. وواحد من العصابه بيشوف اثار الدم بتاعه وبيمشي وراه وبيدخل الجراج، بس نورمان بيهجم عليه وصاحبه بيجي على صوت ضرب النار، بس بيكون نورمان هرب وبيكون قافل الحرامي مناخيره وبقه بالصمغ. والواد كان هيموت ومكانش عارف يتنفس منين، وصاحبه جاب مفك وعمل له فتحه في بقه عشان يعرف يتنفس بيها. وبعدها بيفتح بقه بحته ازاز، ودخلوا البيت عشان يدوروا على نورمان، ولقوه بيقفل باب القبو عشان ينزل لفينيكس. بس كان في واحد تحت مع فينيكس بيحاول يغرقها عشان تخرج من الصندوق. لما اصحابه من فوق بيقولوا له ان هو نزل لك، بيطلع السلاح بتاعه، ونورمان بيحدف عليه اسطوانه غاز عشان ما يقدرش يستخدم المسدس، عشان لو استخدم المسدس هينفجروا كلهم. وبعدها بيبتدوا يتعاركوا مع بعض وبيضربوا في بعض لحد لما نورمان بيعمل نفسه استسلم وجاب سلك كهرباء وولع في الحرامي. وبعدها طلع فينيكس من الصندوق وبيخرجوا من مكان سري في القبو، ورئيس العصابه بيوصل ومعاه المساعد بتاعه، ودخلوا القبو بس ما لقوهمش هناك. ونورمان وفينيكس كانوا بيهربوا واستخبوا في المشتل بتاع نورمان. ورئيس العصابه راح لهم المشتل، قال له انا عارف انك مستخبي هنا، اقول لها على الحقيقه ولا تقول لها انت؟ وبعدها نورمان بيخرج وبيهجم عليه، بس هم اتلموا عليه وضربوه. وفينيكس حاولت تدافع عنه، ونولان قال لها ان دوت مش والدك، انا والدك، البيت اللي اتحرق دوت كان بيتي انا، واتقبض عليا 8 سنين، ولما خرجت قعدت ادور عليكي، ولما رحت البيت شفتك هناك وعرفت ان الراجل دوت ضحك عليكي وفهمك ان هو والدك. وبعدها بياخدوا نورمان عشان يقتلوه، ونورمان بيضربهم وبيهرب، ونولان بيبعت وراه الكلب بتاعه، والكلب فضل يطارد نورمان وحبسه عشان ما يهجمش عليه وهو ما كانش عاوز يقتله. وفينيكس بتقدر تهرب من العصابه وبتخرج عشان تمشي، بيقبضوا عليها وبعدها بيخدروها. نولان كان عاوز يولع في البيت، المساعد بتاعه قال له الكلب لسه جوه، قال له اكيد نورمان قتله، وولع في البيت والكلب بتاعه لسه جوه. ونورمان كان بيهرب من النار، صعب عليه الكلب جدا وطلع عشان يحرره وخلاه يمشي، وهو كمان قدر ينط من الشباك ويهرب. وبعدها بيترمي بره البيت وبيقدر يهرب من البيت، وبيفوق بيلاقي عربيه هاير وبيبص عليها بيلاقيها ميته جواها،
وبياخد عده من شنطتها وبيربط الكلب بتاع نولان وبيقول له ودينا على البيت بتاعك. وبنروح بعديها لفينيكس وهي مع والدها وبتكون لسه صاحيه وبتساله عن نولان وبيقول لها انسيه وعيشي حياتك. قالت له يعني انت مش تمنعني ان انا امشي؟ قال لها لا اكيد مش همنعك، انا كنت عاوز احررك من سجن الراجل اللي خطفك، لو عاوزه تقعدي معايا براحتك ولو عاوزه تمشي برضه براحتك. قالت له ان هي عايزه تمشي وتروح تعيش في دار ايتام. قال لها براحتك انا مش همنعك، اعملي اللي انت عايزاه. وفعلا خرجت ونزلت على السلم وجايه تمشي سمعت صوت الاغنيه اللي والدتها كانت بتغنيها لها وبتبص وراها لقت والدتها ووالدها قال لها كل اللي نورمان قاله لك كان غلط، والدتك لسه عايشه. بتقول لها في موقف مؤثر انت امي؟ قالت لها ايوه يا حبيبتي انا امك اللي هتفضلي جزء منها طول عمرك. وراحت حضنت والدها ووالدتها وبياخدوها معاهم عشان يتكلموا معاها. ووالدتها كانت مريضه جدا وسالتها انت كويسه؟ قالت لها من 8 سنين وانا تعبانه عشان انا كنت شغاله بطبخ لوالدك مواد كيميائيه اسمها المس ودوت الشغل بتاع والدي وانا الطباخه بتاعتهم، فعشان كده مش قادرين يستغنوا عني ولو انا مت شغلهم كلهم هيبوظ. قالت لها طب يا امي اقدر اساعدك ازاي؟ قالت لها يا بنتي المواد الكيميائيه ديت اثرت عليا واثرت على قلبي وممكن اموت في اي وقت. قالت لها كفايه يا ام انت قطعت قلبي. قالت لها لا يا حبيبتي انا عاوزاه سليم. قالت لها مش فاهمه. قالت لها لازم حد يتبرع لي بقلبه وانا محتاجه قلبك عشان اعمل عمليه واقدر اعيش، ولازم يكون قلب حد من قرايبي وانت بنتي الوحيده. انا اسفه يا بنتي بس انت هتفضلي جوايا وهتفضلي جوا قلبي. وطلع ان هم كانوا محضرين لكل دوت من الاول ووالدها اداها منوم في العصير وكانوا محضرين غرفه العمليات عشان ياخدوا قلبها وكانوا جايبين دكتور بيتاجر في الاعضاء البشريه هيدي القلب للام ويسيبوا بقيه بنتهم للدكتور. ام واب خنازير بما تحمله الكلمه من معنى والله. وبعدها الدكتور بيبدا يشتغل وفجاه النور بيقطع وفي واحد بينزل يرفع سكينة الكهرباء وبيكون نورمان وصل وبيتعارك معاه وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد لما الواد كان هيقتله. ونورمان جاب جرس وحشره في زوره وفضل مستنيه اول ما يتحرك وراح حدفه بالشاكوش في دماغه وقتله. ونولان بيبص في الاوضه وبيلاقي الكلب بتاعه وبيعرف ان جاب معاه نورمان وبيطلب من باقي العصابه انهم ينزلوا يدوروا عليه وهو بيكون عامل نفسه ميت وحاطط ايده في الميه. واول لما بينزلوا الميه وبيحركوها بيعرف عددهم وبيقتلهم كلهم. ما بيفضلش غير مساعد نولان بس وبيقول له انا ما كنتش موافق على اللي بيحصل وان البنت هيقتلوها وهياخدوا قلبها لامها، روح الحقها انا مش همنعك. وفعلا نورمان بيتحرك وبيروح لهم وبيكونوا داخلين عند حمام سباحه قديم والدكتور بيقول له انا مش هكمل معاك وهمشي وبيقابل نورمان وبيقتله. وبعديها نولان بيعمل فتحات في الشباك عشان يعرف يشوفه بس نورمان بيشغل قنابل غاز عشان يخفي نفسه وبيتعاركوا مع بعض وفضلوا يضربوا في بعض. ونولان من خوفه كان عمال يضرب نار عشوائي وفي طلقه منهم جت في مراته وماتت ووقعت هي وبنتها في حمام السباحه. وفينيكس قطعت ايد والدتها عشان تفك نفسها. ونولان كان هيقتل نورمان بس الكلب جه وانقذ نورمان. ونولان بعديها بيحدف الكلب بعيد وبيبص وراه بيلاقي نورمان وبيقول له افقع عيني وضع مكانهما جوهرتين أترى؟ قال له لا. قال له عندك حق وراح مفرقع له عينيه. وبعدها فينيكس بتكون عاوزه تجيله بيقول لها ما تجيش انا فعلا كذبت عليكي وخدتك من اهلك بس انا فعلا حبيتك بجد زي بنتي وانت عوضتيني عن بنتي اللي ماتت، امشي وعيشي حياتك. وبعدها نولان بيقوم وبيحاول يقتله وفينيكس بتيجي من وراه وبتقتل نولان وبيقع جنب مراته في حمام السباحه وبيكتبوا بدمهم قصه حب الخنازير. وفينيكس بتحاول تساعد نورمان بس بيقول لها سيبيني اموت انا عاوزك تروحي تستمتعي بحياتك. وبعدها بيموت بين ايديها وبتخرج وبتعيش حياتها بحريه لاول مره. وبعدها بتروح دار ايتام وتتعرف على ناس في سنها وتعيش معاهم. وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم انزل اعمل اشتراك ولايك عشان دعمنا نستمر. سلام.